تعالى نبتدي بالسيناريو انك عايز تشتري عدد معين من البيتزا. فانت مثلا هنقول هتشتري 3 بيتزا، والبيتزا الواحده هنقول مثلا ان هي ب 200 جنيه. فعشان تعرف انت هتتكلف كام بمنتهى البساطه، كل اللي انت هتعمله هو ان انت هتجمع عدد البيتزا، هتجيب النمبر اوف بيتزas وهتعمله تايمز البيتزا برايس. بيتزا برايس. فالمفروض ان انت لو هتعمل دول هتطلع 3 تايمز 200. المفروض الاجابه الصح هتطلع 600. يبقى انت هتدفع 600 اي جي بي ايجيبشن باوند. بس الحقيقه انه في الماث ممكن كنت تعمل حاجه اسمها يعني تسمي ال 3 باسم معين. ممكن تقول انه مثلا انا هسمي البيتزا دي، اسميها عدد رقم البيتزا اللي انا هشتريه، هتقول مثلا هو اسمه اكس، وهتقول مثلا انه البيتزا برايس ده هتسميه مثلا واي، هنقول بيتزا برايس واي. وهنقول انه كل اللي انا هدفعه اللي هو التوتال برايس هنسميه مثلا زي. اللون ده مش واضح، ممكن نختار لون تاني، هنسميه مثلا زي، خلينا اللون الابيض، هنسميه مثلا زي. فبمنتهى البساطه ممكن تقول دلوقتي ان زي equals x plus 1 سوري x times 1 x times، انا هعمل دوت بس عشان تبان، x times y. فكده دي هتوصلك لنفس النتيجه اللي هي الزي دي، هتوصلك لنفس النتيجه. فكره ان انت ضربت الاثنين في بعض دول، ده بنسميه variables، اللي هي الزي والاكس والواي دول كلهم بنسميهم variables. ده بنسميه variable. والحقيقه فكره انك تفهم الفاريبلز في بايثون دي اكتر حاجه ممكن توصلك لحاجات حلوه كتير، لان احنا شغلنا كله الحقيقه بيبقى variables. فمثلا بدل ما انت كنت بتقول لو هتعمل print، بدل ما كنت تعمل print 3 times 200، الحقيقه هو كده هيطلع لك 600، هي كده هتطلع الاجابه صح. لكن الحقيقه كان ممكن تعمل حاجه ثانيه خالص. كان ممكن اول حاجه تقول x equals 3 y equals 200. فاحنا عايزين نعمل ان z equals اللي هي x times y، وبعد كده هنا بتقول print، قول لي بقى اطبع لي z دي هتطلع كام. هتطلع لك نفس النتيجه z equals 600. هيطلع لك كده نفس النتيجه، نفس كل حاجه. بس ايه لازمه الفاريبلز؟ ان انت ممكن بمنتهى البساطه تغير هنا على طول. لو انت مثلا غيرت الرقم خليته 4، انا هشتري 4 بس، فدلوقتي ممكن تغير ده على طول، بدل ما كل مره كنت تغير في الكود بتاعك. فده هيعمل لك حاجه اسهل بكتير. لكن الحقيقه اللي عايزك تفهمه حاجتين. اول حاجه الايكوال اللي هنا دي بنسميها حاجه اسمها assignment operator. الاساينمنت اوبريتور ده بنassign. يعني ايه بنassign؟ عايز تفكر في الاساينمنت كانك بتسمي الحاجه. فانت مش زي الماث بتدي فاليو للاكس، لا انت بتسمي الفور، بتقول ان الفور دي دلوقتي اسمها اكس. بتقول كمان انه ال 200 دي دلوقتي اسمها واي. لما بتيجي هنا تقول الزي، بتقول انه لما هضرب الاكس تايمز الواي ده كله هيبقى اسمه زي. وبعدين بتقول له اطبع لي زي، قول لي زي ده هيبقى عباره عن ايه بالظبط. فبتقول له اطبع لي زي، فهيدي لك في الاخر النتيجه بتاعتي. فالاساينمنت بابسط معنى ليها هو انك بتسمي الحاجه، بتقول الحاجه دي اسمها كذا. لانه ممكن بعد كده تقول مثلا ودي حاجه غريبه شويه، هتقول x equals x plus 2 لو هزود 2 بيتزا. الشكل ده مش موجود في الماث، تحس حاجه غريبه وفي حاجه مش منطقيه ولا مفهومه. ازاي x equals x plus 2؟ هي هنا بتقول انه x ده اللي انا كنت مسميه x اللي هو كان في الاول 4، حط لي عليه 2، والنتيجه اللي هتطلع كلها سميها لي تاني x، حطها تاني تحت مسمى x. فكانك من الاول قلت x plus 6 x equals 6. لكن الفكره بس انه انت بتسمي تاني، يعني بتقول الاكس القديمه دي اللي هي كانت 4 اجمع لي عليها 2 فهيطلع 6. كل ده بقى اللي هي ال 6 دي كلها سميها لي، حطها تحت تسميه اكس تاني من الاول. فلو انت عملت هنا طبعا دلوقتي لما يجي يطبع هو هنا زي هيستخدم الاكس القديمه مش الجديده. ايه ده؟ ليه هيعمل كده؟ عشان زي هنا قبل، هيطلعها قبل الاكس دي. يعني عشان تبقى فاهم قصدي، خلينا الاول ناخد دي كده، نعمل كات وبعدين اللي هنا. فانا بقول له كانت اكس في الاول 4، بعد كده واي 200، بعد كده بقول لك يزود لي على اكس 2 وبعد كده اطبع لي. فدلوقتي هو هيطبع اكس جديده، فلو عملت كده هيزود 2 فهتطلع 1200. لكن لو حصل ان انا دي هخليها تحت هنا، فانا بقول له بص بقى بالترتيب، بقول له اكس دلوقتي ايكوالز 4 او اللي هي الاكس ديت ال 4 دي اسمها اكس، ال 200 دي اسمها واي، الاكس تايمز الواي اسمهم زي، بعدين الاكس ديت
زودنا عليها 2 وبعد كده بقى اسمها اكس، لكن الفكره ان انت هتطبع لي زي. طب زي دي فين؟ زي دي كانت قبل كل ده، قبل الزياده بتاعت الاثنين بيتزا، فهيطبع لي الحاجه، هيطبع لي الحاجه القديمه فيطلع لي 800. الاساينمنت اوبريتور مهمه جدا، انت بتفهمك ان انت مش بتقول ان الحاجه دي قيمتها كذا، لكن بتقول ان اسمها كذا. فده فرق كبير قوي بين الماث وبين البروجرامينج لانجويجز بصفه عامه يعني. عشان كده بنسميها assignment operator. والاكس دي بنسميها variable، فالاكس ده اسمه variable والعلامه دي بنسميها assignment operator. في حاجه مهمه المفروض ان احنا نبقى عارفينها، لو هنيجي نكتب الفاريبل اللي احنا عايزينه بس الاسم كامل، انا ما نكتبش اكس، انا عايز اكتب number of pizza، فانا هكتبه بالطريقه دي number of pizzas. خلي بالك انا عملت ايه، حطيت حاجه اسمها اندرسكور. في ناس تانية ممكن تكتبه بالطريقه دي number of، تكتب كابيتال اول واحد كابيتال من كل حاجه، تكتب اول واحد كابيتال من كل حاجه number of pizza. بس لو كتبته بينهم سبيس دي مشكله. بايثون ما بيعرفش يقرا الحاجات اللي بينها سبيس، لانه لو جينا مثلا عملنا هنا، انا عايز اقول له اعمل print the number of pizza، بص هيحصل ايه، هيحصل لي ايرور يقول لك خلي بالك في حاجه في لاين 4 مش مظبوطه. فين لاين 4 اهو لاين 4. طب ليه نمبر اوف بيتزا مش شغاله؟ هو بالنسبه له الفاريبل كله المفروض يبقى كله لازق في بعض. فالحل الاولاني هو ان احنا نزنق الكلمات كلها، مع ان احنا نخلي اول حرف من كل كلمه كابيتال. فلو حصل كده وانا جمعتهم كده مع بعض، فالمفروض ان هو هيطلع الاجابه صح. كده ثواني، ايرور لاين 7 سوري، عشان هنا في اكس واحنا كده مش معرفين اكس من تحت. المفروض كده هيطلع لي فعلا نمبر اوف بيتزا ايكوالز 4. بالمناسبه حصل ايرور عشان احنا كنا كاتبين هنا اكس، لكن اكس تحت واكس تحت يعني، لكن فوق ما كانش حاجه اسمها اكس، فهو مش فاهم يعني اكس، فهو كان بيقول لي ان كان في مشكله في الاكس. برضه خلي بالك اوقات كتير قوي بنبقى احنا بننسى حاجات كده في النص، محتاج ان انت تبقى تبص وتراجع تاني. نمبر اوف بيتزا ده الحل الاولاني. الحل الثاني هو ان انت ممكن تخليها كلها سمول نمبر، بس حط اندرسكور بين كل كلمه اوف بيتزاس، وقتها يبقى كوبي بيست، نحطه هنا كوبي بيست، وبعد كده نعمل رن، فهيطلع المفروض برضه هيطلع النمبر 4. طبعا انا ممكن اكمل ده، اجيب النمبر اوف بيتزا هنا، لو احنا بقى هنعمل كل ده هنا هتبقى النمبر اوف بيتزا، واسمي ده البرايس، ممكن نسميه برايس اوف بيتزا، برايس اوف بيتزا. ناخد ده كوبي بيست نحطه هنا، وهنا ممكن نكتب توتال كوست و يعني توتال كوست نحط هنا، مش لازم نعمله خلاص، مش عايز اي حاجه من ده. هاخد توتال كوست احطه هنا print، فهو هيعمل نفس الكلام، هيعمل ده تايمز ده ويطلع لي في الاخر نفس الاجابه بالظبط، اللي هي 4 تايمز 200 فيطلع 800. هي نفس الفكره. اهم حاجه تبقى عارف انه الرقم لما نيجي نحطه، مثلا هعمل نمبر وبعدين اعمل خط كده من تحت وبعدين اوف وبعد كده خط من تحت وبعدين بيتزا. الخط اللي تحت ده بنسميه اندرسكور. فلو احنا عايزين نعمل فاريبل بس يكون ديسكريبتيف، وده الافضل في معظم الاوقات. اكس وواي حلوين لكن مش دايما بيبقوا بيعبروا. الافضل ان احنا نعمل فاريبل تكون بتعبر عن الحاجه اللي احنا بنوصفها او بنسميها، فالافضل ان احنا نحط رقم. بس طبعا ممكن نختصر، مثلا ممكن نعمل نم اوف بيتزا، ده هيبقى اسهل بكتير. او ممكن نعمل اساسا نم بيتزا على طول، على اساس ان احنا نبقى كده كده فاهمين نم بيتزا اللي هو عدد البيتزا. فكل دي طرق عشان بتخلي الموضوع اقصر لكنه في نفس الوقت ديسكريبتيف. فكره ان احنا نعمل ان الحاجه تبقى ديسكريبتيف يعني بتوصف واصفه للحاجه اللي احنا بنسميها، دي بتبقى حاجه مهمه جدا.